السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي انا معايا نص كيلو فول بلاه من بالليل، وهحطه في القدرة كده وهدمسه ان شاء الله. لازم يا حبايبي تكونوا بالين الفول من بالليل اللي هتدمسوه. بصوا حبايبي، انا حاطه ميه هي تسخن عشان احطها فوق الفول وهو بيستوي. كده يا حبايبي بنزل بالميه السخنه على الفول. كده اللبانه دي يا حبايبي هحط فيها حبه الميه السخنين دول وهحطها فوق القدره عشان لما المية تنقص بتاعة الفول ازود منها. كل 10 دقايق تبص عليه وتقلبيه، وتلاقي المية نقصت منه تزوديه. كده حبايبي انا بلا الفول ده برضو فول مدشوش، هعمله طعمية. معايا بصلتين ومعايا 7 فصوص توم، ومعانا هنا ربطتين كرات وربطة بقدونس هاخد منها حبة صغيرين. كده يا حبايبي انا هنقص الفول على مرتين، هعمل الفول على مرتين. هحط ايوه كده 4 فصوص الاول وبصلايه اقطعها حتت كده، وهنزل بنص الكرات. هشيل العروق اللي فوق دي يا حبايبي ارميها، وهقطع الكرات كده. دول يا حبايبي حبة البقدونس مش هحط غيرهم، هشيل برضو العروق اللي فوق دي وهحطهم حبة صغيرين خالص. كده حطيت معلقة ملح وهحط حبة كمان. طبعا يا حبايبي دي حاجة انتوا عاملينها في البيت وضامنين من الحاجة اللي انتوا بتعملوها، ضامنينها والحاجة بتبقى نظيفة. والنص كيلو بصراحة هيرمي معاكي كتير، يعني هيعمل معاكي كمية كبيرة. دلوقتي قرص الطعمية بجنيه ونص وب2 جنيه. وكمان الزيت بتاع المطاعم ده ما بيبقاش نضيف، يقعدوا يقلوا كام مرة، يجي 30 ألف مرة فيه. فطبعا نص كيلو فول مدشوش هتجيبيه بايه؟ ب16 جنيه. نص كيلو فول مدشوش ب16 جنيه، وهتجيبي ربطتين كرات ب2 3 جنيه، مش هتكملي 20 جنيه. عمل معايا 5 أكياس. 5 أكياس يوم ما تجيبيهم عجينة من بره هتجيبيهم ب10 15 جنيه كيس. اهو بصوا يا حبايبي العجينة، بصوا العجينة عاملة ازاي. حطيش عليها اي حاجة زي غير اللي انا حطيتها عليها، نفس الطريقة اللي انا موريها لكم دي اعملوا بيها، تطلع معاكم عجينة ناجحة وجميلة جدا جدا جدا. طبعا مش هحط عليها لا كزبرة ولا احط عليها اي حاجة إلا لما اجي اقليها هحط عليها سنة كربوناتو وحبة كزبرة واقلبها كده قبل ما اقليها، قبل ما احمرها في الزيت. كده نزلت ببقية الكمية يا حبايبي.
واحط البصلايه. ده كله نص كيلو فول يا حبايبي، بله من بالليل. حطيت بقية التوم اهوت. هقطع برضو العروق دي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. حطيت يا حبايبي معلقة ملح اهي، ونص معلقتين. قلنا يا حبايبي لما تيجوا تقولوها هتحطوا حبة كزبرة وسنة كربونات وسنة بسيطة جدا 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 على الكيس ايه لما تيجي تقليه. اهو يا حبايبي بقت الكمية. هقلبها كلها بقى في بعضها. طبعا يا حبايبي مفيش احسن من الحاجة اللي انتي بتعمليها بايدك. بصوا حبايبي ما شاء الله النص كيلو فرط معايا قد ايه. بصوا لونها اخضر وجميل ازاي. بصوا حبايبي. انا هنا يا حبايبي بقى ببص على الفول وهحط له معلقة سكر. عايزة الفول يطلع معاكي جميل جدا جدا وفي منتهى الجمال والقشرة بتاعته طرية وحلوة، حطي له معلقة سكر. هنا حبايبي انا عبيت العجينة اهو. بصوا الكيس ده لو هتشتريه من بره شوفي هتشتريه بكام. انا الموضوع كله مكلفني 20 جنيه. بصوا حبايبي معاكو 5 اكياس اهوت. النص كيلو عمل معايا 5 اكياس. كده حبايبي معايا حبة فول، معلش معايا حبة عدس بجبة، ومعايا ليمونة اهي متقطعة وهحطها على الفول بس اما يجي يقرب يستوي. لما يقرب يستوي يا حبايبي هتحطوا عليه حبة عدس بجبة وليمونة. ما تحطوش اي حاجة عليه تاني الا كده. معلقة سكر في الاول. بصوا انا بوريكم اهوت لما جه يقرب يستوي انا حطيت الليمونة والعدس. معلقة السكر، وبعد كده هتحطوا حبة عدس بجبة وليمونة تقشريها وتشيلي منها البذرة وتقطعيها حتت وتحطيها. ما تحطوش بقى لا طماطم ولا بصل ولا ثوم ولا اي حاجة عليه. طبعا عشان ايه ما يبص منك. بصوا حبايبي المية بتاعته عاملة ازاي عشان معلهوش اي حاجة. وبصوا حباية الفول فاتحة معاكم ازاي، لونها فاتح ازاي. هو قعد معايا على النار بالظبط ساعتين.
بصوا حبايبي كده استوى وعبيته في الاكياس اهو. بصي بقى شوفي لو كيس الفول ده هتشتريه من بره بكام؟ النص كيلو هيعمل معاكي 20 جنيه الفول اللي هو مدمس ده، والنص كيلو الفول المدشوش اللي عملناه طعمية عامل 16 جنيه. بص حبايبي برضو الفول عمل معايا 5 اكياس. شوفي بقى الكيس ده لو هتجيبيه من بره بكام؟ اقل حاجة 10 جنيه طبعا، وحاجة نظافة بقى وانت عاملاها في بيتك ومتأكدة منها يعني. ما تنسوش اللايك يا حبايبي. انا جبت دول كده، احط بقى فيهم، احط في واحد الطعمية وواحد الفول، عجينة الطعمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.